ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني بجد، وحشني الفيديوهات معاكم. يلا بينا بقى نعمل شويه مبكبكه كده سخنين جمال، وكمان معاهم شويه بانيه بس بتركات مختلفه تماما، وحبه مخلل كده يفتحوا النفس. طبعا كلنا ولادنا بيجوا من المدرسه بيكونوا جعانين، فعايزين نعمل اكلات سهله وسريعه. طبعا بيبقى عندهم دروس فمفيش اي وقت خالص. ربنا يعيننا ويعينهم يا رب، اللهم امين. اول حاجه هنا تبلت البانيه معايا، حطيت له مرقه فوريه. وعايزه اقول لكم المرقه الفوريه بتنقله نقله تانية خالص. وكمان بصل مبشور وتوم وبهارات معايا، كمون وفلفل اسود وحبه من الكركم وحبه من الكاري وكمان الفلفل الاسود. وحطيت كمان معانا بابريكا مدخنه، وكمان حطيت معانا الملح، ظبطته كده وسبتهم كده ساعه في التلاجة كده خدوا من التتبيله من بعض. جربي بس التركايه بتاعت المرقه الفوريه بتنقل البانيه في حته تانية خالص. وزي ما انتم ما شايفين كده، ده باتون ساليه جبته معايا وحطيت معاه. الباتون ساليه عامه بيكون فيه سمسم وحبه البركه، انت ما فيش سمسم ما فيش حبه البركه، حطي انت ضيفي لهم سمسم وحبه البركه. لو عندك بقسماط ناعم هتحطي له حبه البركه، وسمسم بيفرق جدا في تتبيله البانيه معاكي، وفي طعمه بيبقى تحفه ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم ما شايفين كده، بعد طبعا البانيه ما تتبل معايا بدوس عليه كويس قوي علشان ياخد من البقسماط، لانه زي ما انتم ما شايفين لو قعد شويه بتلاقيه الكفر اللي عليه من فوق فك. فهنبدا ان احنا ندوس عليه كده كويس قوي ونغرقه كده في الباتون ساليه معانا، او في البقسماط او اي حاجه. لو عندك دقيق برضو هينفع وهيبقى حلو. عايزه اقول لكم الباتون ساليه انا بجيبه من الفرن وبطحنه وبحط له لو عايزه ازود حبه البركه وعايزه ازود سمسم بحط له كده. وانا البانيه ما بحطلوش اي بيض خالص، يعني انا ما بضيفش بيض على البانيه. انا بعمله كده، الصوص اللي فيه في التتبيله اللي انا عاملاها بينزل كده شويه صوص مع البصل اللي هو المبشور، بيدي كده طعم تحفه. فهو ده اللي انا ببدا ان انا اتبل بيه. علشان كده زي ما انتم ما شايفين الكفر لزق من ميه البصل اللي انا حطاها. هنبدا ان احنا كده نقلبه كويس قوي، وخلوا بالكم هو ما بياخدش وقت خالص معانا. طبعا كده البانيه خلاص خلصناه، هنركنه بقى على جنب. تعالي كده جيبي معلقه من التوم كبيره، وكمان معلقتين من البصل كده مبشورين، ده مبشور وده مبشور، وكمان مكعب من المرقه الفوريه، وفلفل اسود، وشويه كده من الشطه طبعا حسب الرغبه. وكمان حطي كمون، وابداي قلبي بقى كده وظبطي الملح ودوقيه. هنعمل النهارده احلى مبكبكه هتدوقوها في حياتكم. عايزه بس اوريكم كده البانيه بعد ما خرج معايا، اللهم بارك، تحفه وطعمه تحفه اللهم بارك. من بره كده مقرمش ومن جوه طري وجميل جدا. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي. طبعا اسفه على صوتي عشان بس عندي برد، ربنا يشفينا ويعافينا يا رب. هنا خلاص الصلصه كانت اتسبكت معايا وغليت كويس قوي. هزودها شويه ميه وهسيبها تغلي كمان، وهبدا ان انا انزل فيها بالمكرونه بتاعتي. ده ربع كيلو بس من المكرونه، اي نوع مكرونه انتي بتحبيه حطيه. وحطيت طبعا مكعب من المرقه كده وبدوبهم كده كويس قوي، وهتاكلي احلى مبكبكه تحفه اللهم بارك. طبعا حسيت هنا ان الصوص تقيل شويه، هبدا ان انا اضيف له حبه من الميه السخنين، وهسيبه كده ياخد ويدي كده لحد ما المكرونه معايا ما تتسلق. اسفه، لحد ما المكرونه ما تستوي منها فيها كده. بصوا الجمال، شايفين الحلاوه هنا كده؟ طبعا كانت استوت معايا اللهم بارك يا جماعه، طعمها تحفه. الشطه طبعا حسب الرغبه. يلا بينا نغرف بقى احلى طبق مبكبكه. عايزه اقولك دي اكله جميله قوي في الشتاء، هتدفيكي كده وحلوه من غير اي لحوم ومن غير اي حاجه جنبها. اللهم بارك، تحفه. شايفين جوسي وتحفه ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب اللهم امين. اكله سهله وسريعه ما خدتش مني وقفه كتير في المطبخ، وحلوه قوي اللهم بارك. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوها وتعجبكم. طبعا ممكن تحطي سلطه جنبها، ممكن تحطي بتنجان مخلل او مخلل. اللهم بارك، وجبه تحفه جدا.